وصفة اليوم اللي هي الشريمب شاك أو سطل الروبيان مع الذرة والبطاطس مع بهار الكيجن اللي هي الهبة. كثير مطاعم بحرية هابين فيها الحين. نشوف المقادير مع بعض. كيلو روبيان بالقشر، بس شلت خيط الظهر منه وغسلته وخلته على جنب. ذرة وبطاطس سلقتهم نص سلقة. حبة ليمون قطعتها شرايح بالقشر. زبدة، بعطيكم المقادير بالضبط بالأخير، وبشر ليمون وعصير ليمون وكاتشب، معجون طماطم وصلصة الصويا المعتدلة وثوم، وهذه صلصة الصويا المعتدلة، وبهار الكيجن بوريكم صورته الحين، متوفر موجود بالتموينات، والملح والرز المصري. هذه هي مقادير وصفة اليوم اللي هي شريمب شاك. الطبق مرة لذيذ يحبونه خصوصا الشباب. يلا نبدأ، بسم الله. أول شيء أجيب قدر عميق وأذوب فيه الزبدة، بعدين أحط الثوم وأقلب لين يتحمر الثوم شوي، بعدين أضيف اللي هو معجون الطماطم والكاتشب وأقلبهم مع بعض، بعدين أضيف بشر ليمون، عصير الليمون، بهار الكيجن وصلصة الصويا، أقلب بس كذا دقيقة واحدة. أضيف الروبيان وأقلب، بعدين أضيف البطاطس شو اسمه شديله الله، والذرة وشرايح الليمون، أقلبهم كلهم مع بعض، وأتأكد من الملح، إذا حسيت إنه يحتاج أضيف، لأنه صلصة الصويا فيها ملوحة. الحين أغطي القدر وأخلي الروبيان يستوي تقريبا ربع ساعة أو على حسب حجم الروبيان. بهالأثناء أسلق الرز المصري. جبت قدر حطيت فيه ماء وملح وزبدة، وحطيت الرز المنقوع ربع ساعة وتركته لين تشرب الماء. جبت صحن التقديم وغرفت الشريمب شاك، ما شاء الله تبارك الله الريحة مرة تشهي. بعدين حطيت الرز المصري بالطريقة هذه، وغرفت من الروبيان ومن شرايح الليمون، وترى على فكرة ما عطت مرارة نهائيا. الذرة، البطاطس، وتقدرون تسوونه بكيس خاص للشوي، لكن أنا أفضل الطريقة هذه. بعدين طريقة الأكل مثل طريقة أكل المطاعم، تلبسون قفازات، حتى بالمطاعم يعطونكم مريلة، تقشرون الروبيان وبعدين تغمسون من الرز من الصلصة، تاكلون مع البطاطس طرية مرة وذايبة الروبيان. الطبق جدا لذيذ واعجب الجميع، وما شاء الله تبارك الله ما بقى منه ولا شيء. صحة وعافية مقدما على الجميع.